مفيش انسان في الوطن العربي ما عداش عليه الفيديو بتاع الراجل بتاع غزل البنات اللي هو كله قله حيله وقهر. الرجاله صاحبي عامله شبه الخيل طول ما هو سندال وفي عز شبابه لو ركب على ظهره طرناطه، بس هو قادر وظهره مصلوب وقادر يشيل الحموله، فولا بيحط في باله عدها وقدود افوت في الحديد. لكن الخيل لما بيحس الوهل ان هو عجز والحموله بدات تتني ظهره، بيبقى اهون له ان هو يتضرب بالرصاص ويتدفن في التراب يتحلل والدود يطلع ينهش في جسمه، ولا انه يحس ان هو مقهور ومذلول ومش قد الشيله اللي هو شايلها. الرجاله محتاجه حاجات مش موجوده في وطننا العربي هذا، فالرجاله شايله شيله تقيله قوي، شيله تجيب الغضروف. الرجاله مظلومه، الحريم لو ضفرها اتكسر بتلاقي الف من يطبطب عليها ويواسيها ويبات معاها، ولو عيطت يحضنوها، وجميع انواع المشاعر هتوصل لها لمجرد ان ضفر اتكسر. عارف انت لو خسرت كل ما تملك ومراتك خانتك وعربيتك عملت حادثه وعديت حكيت لواحد صاحبك الكلام ده كله وقلت له انا مش عارف اعمل ايه، هيضحك وهيضحكك وخلص اليوم على كده. احنا ما عندناش حته ان حد يواسينا، ما عندناش حته ان احنا نبان ضعاف، ما عندناش حته ان حد يحس بينا ويقدرنا. احنا عايشين في الدنيا دي نشيل 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 لحد ما تك 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 فقرات العمود الفقري اردم فرد تاني غيره ويطلع. احنا كرجاله محتاجين حاجات كتير قوي عشان نعرف نقوم المجتمع دوت ونبقى احنا اسياد. الحريم ظهرت في النص، قالك تتساوى الرؤوس. تتساوى الرؤوس ازاي هتتساوى الرؤوس براجل ضحى براحته وتعبه وشقاه ووقته وكل ما يملك في سبيل ان هو يستر بيته؟ عارف الانسان السوي محتاج ايه؟ محتاج ان هو يشتغل 6 ساعات بمرتب مجزي يكفيه طول الشهر، ويرجع يقعد مع اصحابه قعده حلوه ضحك وهزار تهون عليه تعب اليوم، فينزل تاني يوم مفتوحه نفسه. ففي يوم في الاسبوع بياخد اقرب ما ليه يوريهم الاماكن الحلوه ويقعد في الاماكن الحلوه دي. ففي اول ما يجي عليك فصل الصيف ويشتد عليك الحر في مصيف جميل لازم تطلعوا، اقل من 6-7 ايام ما ينفعش، وليكن حتى البروفاي. تخيل ان كل ده بيعمل انسان سوي يحس ان هو بيشم نفسه، فكل دوت يتحرم منه في سبيل ان هو يشتغل من 12 ل 12، يرجع مفرهد تعبان. حتى الدش ساعات بيكسل يعدي عتبة الحمام ويخش ياخد الدش، لان هو بيبقى جاي اول ما بيشوف كنبة الصالون اكنه شاف مراته اللي هو متغرب عنها بقاله 2-3 سنين، فبيقوم ماسك كنبة الصالون بالمخدات بتاعتها مهلهلها نوم. تخيل ان الراجل بعد كل اللي هو بيعمله في حياته دوت ويجي عليه احساس الراجل بتاع غزل البنات اللي هو كل اللي هو شايله على كتفه دوت 50-60 كيس غزل ما يسوش 100 جنيه بس، حامد ربنا وبيسعى على اكل عيشه، وفي السن دوت لسه بينزل يلف لحد ما كعوب رجله اتشققت، وفي الاخر لقاها مش جايبه همها، فعمل ايه؟ برمى كل حاجه وماشي. انا الاحساس اللي وصل لي في الايام المفترجه اللي احنا فيها، العيديه مش لازم تبقى فلوس، العيديه ممكن يكون شعور حلو ربنا خلقه جواك ان انت تحس بغيرك، تحس ببني ادم زي دوت ماشي شايل شيله تقيله قوي 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 قوي، فقرر للحظه ان هو ينفض الشيله دي من على جسمه. يمكن هيلف لفته وبعد ما يفضفض مع نفسه بالكلمتين يلاقي نفسه غلطان، يقوم لامم الغزل ويرجع يلف تاني. عارف اللحظه اللي هو عملها دي؟ انا وصلتني ان دي لحظه ان هو نطر الهموم بالحمول بكل حاجه، وحس اللحظه ان هو قادر يوفر لنفسه دقيقه راحه. الرسول عليه الصلاه والسلام وصانا ان احنا نستعيذ من شويه حاجات. اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. قهر الرجال عامل شبه حبل المشنقة اللي بيتلف حوالين رقبتك وانت لسه حي ونفسك تفضل عايش، بس الله غالب. الظروف والحياة والدقارات والمسؤوليات والمام اللي في البيت والاقساط والجمعيات والسلف والدين والايجار والميه والنور والغاز. ارجو من سيادتكم يا اصحاب الاشغال اللي ربنا فاتحها عليها، قدروا الموظف اللي هو اهم فرد في المنظومه، الموظف الشقيان اللي بينزل عشان قوت يومه ويروح يستر بيته، اللي من غيره انت مش هتعمل الملايين ديت. هو قرر ان هو يبقى موظف طول عمره عشان انت تفضل مليونير طول عمرك. فلو انت ما قدرتهوش وقلت له حتى كلمه شكرا الله ينور، هو هيحس من جواه ان هو ملهوش اي لازمه. ولو بني ادم التاني التالت الرابع حس ان هو ملهوش لازمه واتقلب الحال، انت هترجع ملكش لازمه. والله العظيم لو تديني الحديده اتكلم عن الرجاله همشي كده في جميع انحاء مصر اقول لهم قدروا الرجاله.
احترموا الرجاله، ادوا الرجاله وضعها، اقفوا اضربوا تعظيم سلام للرجاله. ما ينفعش الست تتساوى بالرجاله، الرجاله ثم الرجاله ثم الرجاله.